يا هلا بيك يا صديقي في عالم الطب اللي ما فيهوش مجال للغلطة الواحدة، العالم اللي الثانية فيه بتساوي حياة بني آدم بالكامل. احنا النهاردة قدام حكاية مش مجرد مشرط وعمليات وخلاص، لا احنا قدام معركة حقيقية بين الفساد والإهمال والعبقرية اللي بتيجي في وقتها بالضبط عشان تقلب كل الموازين. الحكاية بتبدأ من قدام صرح طبي مرعب وضخم جدا، مستشفى جامعة كوريا، مبنى واخد السما في حضنه حرفيا. وفي اللحظة دي واقف شاب بره المستشفى بيبص على الساعة في ايده وبكل ملامح هادية جدا ونظرات واثقة بيقول لنفسه: واو، المستشفى بتاعتهم ضخمة بجد. هو انا جيت بدري النهاردة زيادة عن اللزوم ولا ايه؟ لسه فاضل شوية وقت على ميعادي تقريبا. وفجأة الهدوء ده بيتكسر تماما بعربية اسعاف بتفرمل قدام المستشفى، والباب بتاعها بيفتح والمسعفين بيجروا على طول بأقصى سرعة عليهم، وهم شايلين سرير على مريض غرقان في دمه حرفيا. والمسعف بيصرخ بأعلى صوته والتوتر جايب آخره: بسرعة احنا بنخسر الراجل بيموت مننا، اتحركوا. والشاب اللي واقف بره بيبص على المشهد بعيون صقر وبيقول: ما تيجي كده نبص على قدرات الناس دي الأول ونشوف مستشفياهم الضخمة دي وكل الدكاترة دي على قد المقام ولا أي كلام وبس عشان نفهم البرود والعبقرية دي جت منين. لازم نرجع بالزمن شوية لورا يا عزيزي المشاهد، أسبوع كامل بالضبط. احنا دلوقتي جوه قاعة اجتماعات حكومية فخمة تبع لوزارة الصحة والرعاية. الأوقات طبعا مشحونة بالتوتر والكل عرقان من الخوف، وإذ فجأة بنسمع خبطة بتهز القاعة بالكامل. وزير الصحة بنفسه شو بيل، ولا نقول له بيل بعد كده باختصار يعني، واقف وشكله هيطق من الناس اللي حواليه وباصص لمدير مستشفى جامعة كوريا وبيزعق بعصبية عمياء وبيقول: وعد الحملة الانتخابية اللي انا قدمته لما بقيت وزير الا وهو ان انا ارجع مركز الصدمات ده على رجله من تاني. لكن بص على موقفنا دلوقتي، الاموال عمالة تتصرف بالملايين حرفيا وعمالين تستلموها باسم مركز الصدمات. ده انتوا وصلتوا ل 10 مليون هون يا مفتريين. ويا دكتور كيم، هل جودة المركز ده تقدر تواكب الفلوس دي كلها اللي بتدفع عليه؟ وطبعا الوزير مش قادر يهدى خالص وبيمسح جبهته وبيموت من الغيظ وهو بيكمل وبيقول: الناس بتسميها اموال مركز الصدمات، ومع ذلك الحالات اللي بتدخل بتموت جواه. احا، اما احنا جايبينه لا عشان نموت الناس جواه ولا ايه؟ وطبعا الفلوس عماله تصرف صرف في الهوا حرفيا. وكمان عدد الاطباء في مركز الصدمات ناقص بشكل كبير. وكمان فين الاخصائيين بتاع الصدمات؟ فين الترقيات اللي قلتوا عليها؟ طبعا مدير المستشفى قاعد ووشه جايب الوان، العرق نازل من كل حته من جسمه، بيحاول يبرر الموقف بصوت مرعوش وبيقول: يا سياده الوزير، انا كمان كنت طبيب في يوم من الايام وبقول لحضرتك ان المساله دي ببساطه مش هتتحل بالفلوس وبس. احنا عندنا دكاتره كتير فعلا صحيح، بس معظمهم لسه محتاج تدريب اضافي وخبره طويله في التعامل مع حالات الصدمات الحرجه. الوزير بيقطعه وبيزعق فيه وبيقول له: انا عارف طبعا كل ده، وعشان كده وسائل الاعلام مش سايبانا في حالنا وطبعا ماسكه كرامتنا ومبهدله سمعتنا في الارض حرفيا. وفي اللحظه دي بيترفع ايد في وسط القاعه وبصوت واثق ومبتسم وبيقول: سيد الوزير. الكل طبعا بيلتفت للراجل اللي بيتكلم ده، لان الراجل ده مدير مستشفى غريبه كده يا جدعان. فانا طبعا مش هنطق الاسم ده، فاعتبره اي مستشفى وخلاص عشان هو اسم غريب انا مش عارف انطق اصلا. والمهم ان حتى الدكتور اصلا ده اسمه اغرب من المستشفى نفسها، فاحنا هنختصر الموضوع يعني ونقول له هيوم، دكتور هيوم. كده كده هو مش هيجي اصلا تاني، فنختصر الموضوع على بعض. بس هو راجل كاريزما يعني، لابس نظاره وبيتكلم وهو في قمه الثبات وبيقول: انا اعرف واحد بالفعل من اخصائي امراض الصدمات، جراح بيتمتع بمهاره مذهله وخارقة في مجاله حرفيا. واخيرا بنشوف الوزير عينه بتلمع وبتقول: هل الكلام ده صحيح؟ ومين هو؟ دكتور هيوم بيرد عليه بابتسامة واثقة وبيقول: اسمه بايك كانج هيوك، هو خريج جامعة موان. الوزير طبعا ملامحه بتتغير وبيدور في دماغه الشك والتعجب. جامعة موان دي جامعة مجهولة وملهاش اسم حتى. لكن دكتور هيوم ده بيرد عليه وبيقول له: وهل بيهم التخرج منين يا سيد الوزير؟ فالشيء الأكثر أهمية والوحيد اللي بيفرق عن أي حد ألا وهي المهارة. دكتور بايك حاليا شغال مع فريق منظمة أطباء بلا حدود، ودي يا جدعان منظمة دولية الأطباء بيشتغلوا فيها فور فري يعني لله والوطن كده. هو دلوقتي الدكتور ده شغال حاليا في سوريا، يعني كان شغال قبل كده في سوريا بس جه دلوقتي كوريا. وده جراح اجرى كل انواع العمليات الجراحيه المعقده والمرعبه في ظروف حرب وتحت القصف حرفيا. وبيمد ايده بفلاشه صغيره وبيقدمها للوزير وبيقول له: اتفضل، تقدر تتحقق بنفسك من الفيديوهات دي. هو شغال بينقذ مريض ورا مريض. لو كل حاجه تمام وعجبتك فانا ممكن اجيبه لك، ما عنديش اي مشكله. فليه ما ندعوش لمستشفى جامعه كوريا؟
ونخليه يجمع فريق طب اسطوري تحت ايده. فالوزير بياخد الفلاشه والنور بيطفي في القاعه وبيقعد لوحده يحط الفلاشه في اللابتوب. وطبعا هو قاعد كان عمال يشكك في نفسه وبيقول فقط الى اي مدى تكون روعه وعظمه الجراح، اتخرج من جامعه ملهاش اسم ولا سمعه ولا اي حاجه في البلاد. ولما الشاشه تشتغل قدام الوزير مش مصدق حرفيا اللي شايف. الشاشه عارضه لقطات للدكتور بايك وهو شغال وسط دمار حرفيا، ايده تتحرك بسرعة البرق وبكل دقة وثبات، لدرجة ان الوزير كان مذهول تماما من اللي شايفه وعمال يستعجب وبيقول ايه هو ده؟ انقاذ حياة شخص ما فقط باستخدام المشرط. هل ده ممكن اصلا من الناحية المنطقية؟ هل ده بجد قدرات الشخص ده طبيعية؟ هل هو اصلا يصنف من البشر ومن الراجل الجامد ده بجد؟ وبنرجع بقى تاني للحاضر دلوقتي جوه مركز الصدمات والطوارئ بمستشفى جامعة كوريا. الى اجواء طبعا هادية نسبيا والممرضين بيتكلموا مع بعض وبنفهم من كلامهم ان الدكتور اللي ماسك شيفت النهارده هو الدكتور يانج. وطبعا الممرض اول ما بيعرف كده بيقول الحمد لله ده حقا ملاك قسم الجراحة، طالما دكتور يانج موجود يبقى كل شيء هيسير بسلاسة وبهدوء النهارده. وبيجي لهم دكتور يانج الجراح العام للمنطقة كلها، لابس طبعا نظاراته بيمر على الحالات بكل هدوء. لكن الملاك ده مش عارف ان الجحيم مستنيه ورا الباب، لان الباب بيتفتح بعنف والمسعفين داخلين بيجروا والسر غرقان دم حرفيا. على حركه جديده وصلت للمكان لان في طعنه شديده في جنبه الشمال، ودكتور يانج بيتحول لكتله من التركيز وبيجري عليهم فورا وعمال يساله بيقول ازاي ده حصل؟ ايه اللي ازاي كده؟ المسعف طبعا هو بيتحرك مع السرير بيرد الناس له مرمي قدام بار ولقينا السكينه دي بالقرب منه، غالبا يعني هي اللي اتضرب بيها. الدكتور يانج بيطلع تليفونه بسرعه وبيتصل بالشرطه عشان يعرف نوع السكينه دي اللي صابت الطعنه. ولما بيشوف السكينه بيطلع نوع سكين الساشامي. وطبعا يا صديقي السكينه دي سكينه يابانيه مشهوره جدا يعني عند اليابانيين، وده مش سكين مطبخ عادي يعني، لا ده سلاح طويل ورفيع وحاد جدا وده عامل زي الموس حرفيا، يعني اللي بيدخل الجسم ما بيهزرش على طول بيدمر كل اللي قدامه. الممرضة بتصرخ وهي بتبص على الأجهزة بتقول دكتور يانج الضغط عمال يوطى والمؤشرات واصلة ل60، لو استمر على الوضع ده فقلبه هيقف حرفيا في ثواني. وطبعا دكتور يانج بيبص على بطن المريض والدم اللي بيملى المكان وعمال يقول سأحتاج إلى معرفة مدى عمق الجرح فورا عشان أقدر أتعامل مع الحوار ده. وطبعا عمالين يتكلموا شوية مصطلحات طبية مع إنه طبيب بس مش عارف الحاجات دي لأن أنا دكتور أسنان فما أعرفش الحاجات دي كلها. فطبعا انت ما تتعبش دماغك وناخد الحاجات المهمه. يعني المهم يعني ان هو طلب منه مسح مقطعي واشاعه وحاجات كده عشان يعرف النزيف ده وصل لحد فين جوه يعني. ولكن في الوقت ده وفي اللحظه دي دكتور يانج وفريقه اللي بيستعدوا ينقذوا المريض الباب بيتفتح عليهم وبيدخل الشاب صاحب البدله السوداء اللي كان واقف بره كله كاريزما كده بره المستشفى يا جدعان، واللي كان بكل ملامح غاضبه وعينه بتطق شرار حرفيا. عزيزي المشاهد الدكتور يانج بيلتفت بعصبيه انت مين؟ هل انت من اقاربه؟ مش مسموح لك تكون هنا، اخرج فورا من المكان. لكن الشاب مش بيرد عليه وبكل قوته بيزيح دكتور يانج بعيد. دكتور يانج طبعا تراجع لورا وهو مش مصدق الجرأة دي ويقول له اللعنة انت عملت ايه دلوقتي؟ هل تريد ان انادي الامن فورا ليطردك من المكان؟ لكن الشاب بيبص له بنظرة تخوف وبيقول له انا للشكل لازم أن انادي الامن هنا عشان عندي 2 من الجراحين الاغبياء واقفين وعمرهم ما شافوا حالة صدمة وعلى وشك انهم يقتلوا مريضهم بدم بارد. فطبعا دكتور يانج وشه بيحمر من الاهانة والذل عمال يقول انت بتقول ايه نوع من الهراء ده اللي انت بتتكلم عليه؟ انت مجنون تقريبا. الشاب طبعا مش بيضيع ثانيه واحده وبيمد ايده بحركه سريعه ومفاجاه بيقطع قميص المريض من فوق وبيقوم مشاور بصبعه على صدر المريض وهو بيصرخ وعمال يقول بجديه انتوا الاتنين اغبياء حرفيا لانكم عمالين تبصوا تحت رجليكم ومفيش في دماغكم غير بطنه. انتوا شايفين الكدمه اللي على صدره وفوق قلبه دي؟ وهل تقدروا دلوقتي تخمنوا سبب ضغط الدم الفظيع ده وليه عمال ينزف بالشكل ده؟ المريض مش بيموت من نزيف البطن يا دكاترة يا متعلمين، المريض بيموت من انسداد تامور القلب. الأوضة طبعا كلها سكتت ودكتور يانج ده بقه فتح من الصدمة. انسداد القلب وده كيس يا جدعان محيط بالقلب دلوقتي وعمال يتملي بسوائل ودم ودنيا، فهو الدنيا بايظة معاه جدا وعمال يضغط على القلب يضغط على القلب فالقلب مش عارف ينبض كويس. فدكتور يانج بيستغرب وبيقول الشخص اللي قدامي ده قدر يعرف التشخيص في ثانية واحدة بس، لا وكمان بمجرد نظرة سريعة على الكدمة في صدره. وبيبدأ بايك يعرف نفسه بيقول أنا بايك ومن النهاردة أنا الأستاذ المسؤول عن مركز الصدمات هنا. الجملة دي نزلت على دكاترة أوضة الطوارئ زي الصاعقة ودكتور يانج واقف مبرق مش مصدق اللي هو شايفه. الشاب اللي متبهدل ده هو المدير الجديد للمكان. دكتور بايك ما بيضيعش ثانية واحدة
وبيبص ليانج بكل قسوة وبيقول له هو الجراح هنا ما بقاش يعرف يعمل ثقب في غشاء التمور بشكل صحيح ولا ايه؟ انت تخصصك ايه بالضبط يا ابني؟ يانج وشه بيجيب الوان وبيرد بصوت واطي انا من قسم طب المستقيم والقولون. فطبعا دكتور بايك عينه بتضيق من الغضب وبيقول طب المستقيم وايه اللي موقفك دلوقتي في شيفت ليلي في اوضه الطوارئ؟ يعني المستشفى دي عامله نظام المناوبات كشكليا بس عشان تحافظ على المنظر العام للمستشفى، وطلعوا بيرموا اي دكاتره في الطوارئ وخلاص. وعشان يانج يحفظ ماء وجهه زعق وقال ما تبص وعشان يانج يحفظ ماء وجهه زعق وقال ما تبصلناش كده باستخفاف. طب المستقيم تخصص واعد جدا، ودكتور باي بكل برود وهو بيلبس جوانت العمليات. انا مش ببص للتخصص باستخفاف، انا ببص لك انت شخصيا باستخفاف. قصف جبهه يا جدعان على طول. ودكتور باك بيسحب السرنجه وبيمسك جهاز السونار وبيقول يا يانج اسمعني كويس يلا، وانا اسميك من النهارده اونوس. ودي تقريبا اونوس دي يا جدعان معناتها التخصص بتاعه بس في كليه الطب يعني. وده بايك يشرح وبيقول عشان تزيل التمور وتنقذ حياه مريض بيموت من انسداد القلب لازم الابره تدخل بزاويه 45 درجه بالضبط وكمان الى اليسار، وفي ثانيه واحده دكتور باك بيدخل الابره بكل سلاسه وثبات، وفجاه المؤشرات بتتحرك والممرضه بتصرخ من الفرحه دكتور ضغط الدم رجع للوضع الطبيعي فجأة. وطبعا يانج واقف مذهول وبقه مفتوح من العبقرية دي وبيسأل بغباء طب الخطوة الجاية ايه؟ نعمل إشعة مقطعية عشان نتأكد إذا كانت الإصابة وصلت للطحال أم لأ. دكتور باك بيبص له بيقول له أشعة مقطعية ايه يا غبي؟ والمريض لسه ما نزفش بره، السكينة لما اتضربت فيه ما خلتوش ينزف الدم بره، فدلوقتي يعني معناتها إن في دم كتير جدا جوه، يعني نزيف داخلي مرعب، يعني الطحال كده كده انفجر والمريض هيموت مننا لو استنينا الأشعة المقطعية. احنا لازم ندخل جراحة حالا. كلم فريق الجراحين فورا. وفي نفس الوقت في مكان تاني في المستشفى دكتور هوانج قاعد في قمة الراحة وتليفونه بيرن برعب وبيرد بزعق بتقول لي حالة طارئة وجراحة يا ابني انا اجازة النهاردة وماشي ومروح دلوقتي، ما تنقلوه اي مستشفى تاني وخلاص. وفجأة دكتور باك بيخطف التليفون من الممرض وبيصرخ في سماعة التليفون وبيقول انت دكتور في سنة رابعة وما بتعرفش تقيم حالة حرجة؟ اسمعني كويس، اخلص وانزل حالا، ولو دخلت اوضه العمليات وما لقيتكش هناك هقتلك بايدي، فاهم ولا لا؟ دكتور وانج طبعا بيخاف وبيترعب وقام جري زي المجنون بيلبس لبس العمليات. هو انتوا ما بتجوش الا بالتهديدات يا ولاد الكلب؟ هتموت الراجل. وبنشوف الباب بيتفتح ودكتور هوانج بيدخل وهو بيلهس وبيقول انا هنا. دكتور بايك بيبص له من فوق الماسك وبيقول له وصلت، انت طبيب التخدير هنا مش كده؟ وانج بيرد بخوف ايوه انا اللي كلمتني. دكتور بايك بكل حسم بيقول تمام، بما ان حياة المريض هي الاهم فهفوت لك مكالمة التليفون دي بسرعة، ابدأ التخدير فورا واستخدم مخدر الايتوميدات عشان نحافظ على استقرار الدورة الدموية وما يهبطش مننا لاننا هنفتح الصدر حالا. وانج طبعا الصدم وقال ايميتودات انت عندك مهارات وخبرة مرعبة فعلا عشان تختار المخدر ده بالذات في الحالة دي. دكتور باك بيبص للفريق كله بيقول الوقت بيخلص مننا وانا مش برفض حاجة في حياتي قد الاطباء اللي بيحط مصلحتهم فوق مصلحة المريض وبيعرضوا حياته للخطر. ركزوا معايا ونفذوا اوامري بالحرب، ومجرد ما نسيطر على نزيف الطحال هنفتح الصدر فورا، مشرق كهربي في ايده يلا بينا. وبدأ اسطوري وسرعة خض. دكتور بايك بيقفل صدر المريض على طول حرفيا وخياطة بطنه بمنتهى الدقة وفي وقت قياسي. الجراحة كلها اخدت ساعة ونص بالضبط. دكتور يانج اللي هو اونوس يعني كان واقف باصص للساعة ومش مصدق عينه وبيسأل بذهول هي الجراحة دي بتخلص بالسرعة العادية دي امتى؟ دي معجزة. دكتور باك بيبص له بكل ثقة بيقول له عندك أي شكوى؟ يانج بيرد برعب وبإعجاب لا خالص، ده شيء رائع وعظيم إني واقف بتعلم منك بجد. وفجأة الدكتور باك بيلتفت وبيمشي خطوتين وبيقول انا نسيت حاجه. يانج طبعا ركبه بتخبط في بعضها وبيصرخ وبيقول معلش بس انا عايز اعرف انت نسيت حاجه جوه صدر المريض ولا ايه؟ فوطه مقص اداه جراحيه. دكتور باك بيبص له بكل برود وبيقول حاجه ايه يا غبي؟ انا نسيت حفل الافتتاح بتاعي اللي شغال دلوقتي بره. وفي نفس اللحظه جوه قاعه المؤتمرات الكبرى بالمستشفى الحفل شغال ووزيرة شوي بيل واصل بنفسه كمان ومدير المستشفى الدكتور كيم بحد ذاته. والوزير باصص في الساعة حاسس بغضب وبيقول هو المعلم بايك ده استيقظ متأخر النهاردة ولا ايه؟ انا بدأت افقد عقلي يا ابني. والباب بيتفتح وبيدخل دكتور باك بالبدلة بتاعته وهو لسه مخلص عملية حالا، بيمشي بكل هيبة وطالع على المنصة قدام كل الناس وبيقول في المايك، وطبعا بدل ما يعتذر بيقول وبيصدم القاعة كلها وقال بصوت هز الحوائط كلها انا اسف لكني ما كنتش عايز اجي الحفلة دي من الاساس. طبعا القاعة كلها اتقلبت وبدأت الصحافة تصور على طول والمدير بيصرخ بيقول انت بتقول ايه؟ وزن كلامك كده دكتور باك الوزير قاعد. لكن دكتور باك بيكمل بكل حسم وقسوة بيقول انا كنت فاكر اني جاي مكان محترم ولكن اتضح لي ان الاطباء هنا ما بيعرفوش يشخصوا اصابة خارجية واحدة، دي اول مرة في حياتي اشوف دكاترة بيحاولوا يقتلوا مريضهم بدم بارد وبكل جدية جوه الطوارئ كمان. النظام هنا فوضوي ومقزز جدا.
وطالما انا بقيت المسؤول عن المكان يبقى استخدم ابشع واقصى الاساليب عشان اصلح القذاره دي. وطبعا الوزير قاعد وشه متخشب من الصدمه، والمدير هيجي له سكته قلبيه حرفيا. ولكن الفجاه تليفون الدكتور بايك بيرن وبيفتح الخط، والممرضه بتصرخ عليه من الطوارئ وبتقول: بروفيسور بايك، جات لنا رسالة حالة طوارئ حالا، في حالة حرجة جدا جاية على الطريق، مريض سقط من على الجبل وحالته متدمرة تماما، النزيف في الأمعاء وما فيش وقت خالص. طبعا دكتور باك عينه بتتحول لكتلة من اللهب، وبيلتفت فورا ليانج اللي هو دكتور اونس يعني، اللي كان واقف وراه وبيقول بلهجة عسكرية: بسرعة اتصل بالمروحية الهليكوبتر حالا، والمريض حالا بطيارة الإسعاف إلى مركز الصدمات، ولو بدأنا كمان علاجه جوه الهليكوبتر ففرصة نجاته هتزيد جدا. يانج واقف مشلول قدامه حرفيا من اللي شايفه، ودكتور باك بيقرب منه بحركة سريعة وبيخطف الكارت الطبي وبيعدي على بوابات الأمن وبيقول له هو بيجري: انت لسه واقف عندك، اتحرك يا ابني. الوزير والمدير بصينا عليه وهو بيجري، وطبعا المدير بيصرخ وبيقول: كيف لشخص غير مهذب كده انه يمسك مركز عندنا؟ لكن الوزير بيلتفت للمدير وبيرفع ايده بابتسامة اعجاب وبيقول: بالرغم من طريقته الفظة الا ان الراجل ده جراح مرعب حرفيا، وعنده مهارات خارقة لم أراها من قبل، ده قدر ينقذ مريض من الموت من سداد القلب خلال فترة التخدير فقط، والحفلة شغالة كمان، أنا اللي وصيت بيه، والراجل ده بجد أثبت إن يستاهل كل جنيه بيدفع فيه. وفي اللحظة دي صوت مروحية الهليكوبتر بيملى السما فوق المستشفى، والمريض أخيرا بيقرب يوصل للمستشفى. ونرجع تاني لدكتور بايك وهو رايح للعناية المركزة عشان يطمن على مريض الطحال، وطبعا هو رايح بكل هيبة وبدلة سودة وواثق من نفسه. لكن أول ما بيقرب من باب العناية بيكتشف إن الحظ جايب له مفاجأة غير متوقعة خالص. الممرضة سيو هانا، واللي هنسميها من دلوقتي هانا، واللي واقفة قدام الباب، واول ما بتلمح دكتور بايك جاي ببدلته ومتشيك كده عينيها بتوسع من الصدمه وبتجري طايف قدام الباب وتفتح دراعاتها على الاخر وبتبدا تصرخ بصوت عالي جدا: انت مين وكيف دخلت هنا اصلا؟ الموظفين بس اللي معاهم تصريح هم اللي مسموح لهم انهم يدخلوا العنايه المركزه، لو سمحت اطلع بره فورا. دكتور بايك بيبص لها باستغراب وبيميل دماغه وبيقول: ايه ده؟ هو انت بقى الممرضه العنيفه العنيده اللي كانت بتكلمني من شويه؟ فانا طبعا بتغضب وبتقول له: مين دي اللي عنيده؟ يا المكان هنا ليه حرمته، يلا اطلع بره فورا. دكتور بايك بكل الثقه بيقول لها: يا بنت انا من الموظفين المعتمدين هنا، انا بايك كانج هيوك، شكلك ما تعرفنيش لسه لحد دلوقتي. فانا بتبص لها بقمه التشيك وبتزعق: مفيش حاجه اسمها مركز الصدمات في المستشفى دي اصلا، لو فاكر انك هتنصب عليا وتخدعني روح اعمل سيرش واقرا الاول قبل ما تيجي هنا وتضحك عليا، اطلع بره فورا. ودكتور باك بيقرب منها وهي عنيده كده وبتتضايق منه: انت بجد مش عارفه ان مركز الصدمات انشئ مؤخرا هنا؟ وريني كده اسمك انت. فانا بتسحب كارت الاي دي بتاعه وبترفعه في وشه وبتقول له: اسمي سيو هانا. ايوه انا اسمي سيو هانا. وعايز تعرف اسمي ليه بقى؟ ناوي تروح تشتكيني الرئيسي ولا ايه؟ الباب يفوق جمل يا حبيبي، اتفضل اشتكيني، انا مش خايفه منك من الاساس. دكتور باك بيبص على الكارت وبيقول: اها سيوهانا، اذا تمام يا سيوهانا. ولكن ساعتها انا بتمد ايديها الاتنين وبكل قوتها بتزيح دكتور باك في الصدر عشان تخرجه بره الباب، وطبعا دكتور باك ما بيتحركش ولا سنتي واحد حتى من مكانه، ويبص لها بذهول وبيقول لها: ايه ده؟ انت بتلجئي للعنف كمان؟ فطبعا هانا ايديها لسه على صدره وعينيها برقت من الدهشه وهي بتقول لنفسها: ايه ده؟ هو اللي جسمه صلب وحجر كده؟ هو لابس درع واقي تحت البدله دي ولا ايه؟ ودكتور بايك بيمد ايده بسرعه وبيمسك ايد هانا عشان طبعا يبعد المغفله دي عنه، وبيبدا يقول لها: سيوهانا كفايه كده قوي، فين الممرضين هنا؟ وفي اللحظه دي لمحت هانا حاجه خلت دمها يتجمد في عروقها. لما دكتور بايك رفع ايده ظهر وشم كبير جدا على ايده مغطي ايده بالكامل حرفيا، فطبعا هانا عينيها جابت اخرها من الرعب، وعلى بدا يستنتج سيناريوهات سينمائيه مجنونه. وشم لا 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 لا، وهيكون الراجل ده هو كمان من رجال العصابات، وهيكون جاي هنا عشان يخلص على المريض ده كمان بعد طبعا ما فشلوا انهم يخلصوا عليه بره المستشفى. وطبعا من غير ما تفكر ولا ثانيه واحده انا بتتحول لسوبر مان وبتنط في الهواء بتهجم على دكتور باك من ظهره وبتمسكه وبتكلبش فيه، وبكل قوتها بتصرخ زي المجنونه بتقول: سيدي لا، مش هسيبك تخلص على المريض بتاعي. فدكتور باك بيلف بيها ومش فاهم اي حاجه ومذهول، ويبدا يقول لها: ايه اللي بتعمليه ده؟ سيبيني يا مجنونه. فانا ماسكه فيه بكل طاقتها وبتقول له: لو سبتك تدخل انا متاكد ان انت تخلص على المريض بتاعي. فدكتور باك اتجنن عليها وبيقول لها: ايه نوع من الهراء اللي بترميه ده؟ ايه نوع الاصطفه اللي انت واخداها دي يا بنتي؟ اقتل مين يا هبله؟ وفي نفس اللحظه دي بالضبط دكتور يانج جاي، هو طبعا طالع من العنايه وبيشوف المنظر وبيشوف هانا حاضنه دكتور بايك من ظهره ومكلبشه فيه. دكتور بايك بيحاول يفك نفسه منها وبق دكتور يانج اتفتح وبقى شكله مسخره حرفيا من الصدمه. انتوا بتعملوا ايه هنا بالضبط؟
ومن امتى وبقى بينكم علاقة عميقة بالشكل ده؟ ده الراجل لسه واصل المستشفى النهارده الصبح. فطبعا دكتور بايك بيصرخ في يانج في وشه بيقول له يا يانج يا غبي ما تسوقش الفيلم وتشوه سمعتي كده، الموضوع مش زي ما انت ما فاهم خالص. فدكتور يانج بيجري عليهم وحاطط ايده على عينه وبكسوفه بيقول يا انسه هانا سيبيه يمشي ارجوك، المنظر ده محرج جدا وما ينفعش حد يشوفكم بالطريقه دي. فطبعا هانا بتصرخ وهي لسه ماسكه في دكتور بايك وبتقول مش هقدر اسيبه، الراجل ده من رجاله العصابات، لو سبت هيدخل يقتل المريض بتاعي. دكتور باك بيصرخ فيها بصوت عالي جدا جاب اخر المستشفى وانت بتكتبي روايات في سرك ولا ايه يا بنتي؟ اكتر مريض ليه اصلا؟ انا لسه عامل عمليه بايدي من شويه. فينج طبعا بيدخل على الخط وبيشرح لهانا فورا يا انسه هانا ايه ده شويه كده، الراجل ده مش بلطجي خالص زي ما انت ما فاكره ولا من رجال العصابات، ده البروفيسور بايك كانج هيوك بنفسه وده الاستاذ والمدير الجديد لمركز الصدمات كله. فطبعا هانا بدات تهدى كده وتقول ايه استاذ هو دكتور بجد؟ فينج بيبتسم ليها وبيقول لها ايوه انا كمان اتلخبطت فيه كده من الاول لان هو شكله فعلا يدي على شكل عصابات، بس اتضح بعدين ان هو بروفيسور عالمي كمان. فانا وشها بقى طماطم من الخجل والاحراج وبتوطي على طول وبتعتذر له وبتقول له انا اسفه جدا يا فندم اسفه جدا على سوء الفهم ده. فدكتور باك بيعدل بدلته بكل كاريزما وبيهز دماغه وبيقول لها بكل حيله دي اول مره في حياتي حد يفكرني بلطجي او من حتى من رجال العصابات، مع انك انت اللي اتصرفت معايا بالشكل ده وشكلك يدي على رجل عصابات اكتر من اي حد في المكان، بس ما علينا. فطبعا انا بتتكسف من كلام دكتور باك عليه وبتبص في الارض. فبيكمل باك كلامه بيقول ولكن شكرا لك انا بجد فخور بيه، انا مقدر الشجاعه اللي انت كنت فيها اللي اظهرتيها قدامي دلوقتي عشان تحمي المريض، انت ممرضه ممتازه فعلا. بيدخل دكتور باك ودكتور يانج جوه اوضه العنايه المركزه والمفاجاه ان المريض اللي هو اصلا كان من رجل العصابات بدا يفوق ويفتح عينيه. دكتور باك بيقرب منه بابتسامه بيقول له ايه ده انت استيقظت بالفعل؟ المريض بصوت ضعيف ومرعوش كده بيرد عليه بيقول له حضرة الطبيب. دكتور باك بيحط ايده على كتفه بيقول له ما تضغطش على نفسك ومش عايزك تتعب نفسك في الكلام خالص، كل الامور هتبقى بخير باذن الله. فطبعا المريض عينيه بتدمع وبيقول انا طعنوني بالسكين عشان قررت استقيل واسيب حياه العصابات دي واعيش بني ادم طبيعي جدا ونظيف، ولما اتطعنت كنت متاكد اني ميت لا محاله، لكن بفضلك انت انا لسه عايش وبتقلب على السرير دلوقتي، انا مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور. دكتور باك بيبص له بكل انسانيه بيقول له والله انت بالنسبه لي مجرد مريض محتاج مساعده لا اكتر، بغض النظر عن شغلانتك او ايه ماضيك، لحسن حظك اني قابلتك اليوم لان لو ما كانش حصل كده كان زماننا دلوقتي هناخد عزاك يعني باذن الله على اللي انا كنت شايفه من يانج اللي كان بيعمل والهبل اللي كان بيقدمه يعني. وبنشوف بايك بيشاور على دكتور يانج وبيقول شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ على فكره الراجل ده كمان بذل جهد كبير جدا في محاوله ايجاد اي طريقه لعلاجك، وده ليه فضل كبير جدا فعلا انه قدر ينقذ حياتك جوه العمليات، والخياطه اللي عملها لك في بطنك نظيفه جدا ومش هتسيب اي اثر ولا علامه بعد الترطيب باذن الله. فطبعا دكتور يانج اول ما سمع الكلام ده من دكتور بايك عينه بركت من الفرحه وطار من السعاده لأن الأستاذ العبقري بيمدحه قدام المريض. فالمريض بيبتسم لدكتور يانج وبيقول له شكرا لك يا دكتور فعلا. دكتور يانج بابتسامة عريضة بيقول العفو أرجو استرداد عافيتك بسرعة بس. وبنشوف بايك بيبص لهانا وبيأمرها بعملية تنظيمية يا هانا عايزك تبعتيلي التقرير بالمؤشرات الحيوية الأربعة للمريض ده كل نص ساعة بالضبط اللي هي درجة الحرارة وضغط الدم ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب يا جدعان. فأنا طبعا انصعت الأوامر بتقول له مفهوم يا دكتور. وفي اللحظة دي تليفون دكتور باك بيرن بكثافة وبيرد عليه بسرعة بيقول أستاذ بايك المروحة الهليكوبتر جاهزة واقفة على السطح حالا. دكتور بايك بيلتفت فورا ممتاز يلا بينا فورا. وانا طبعا واقفه مصدومه بتقول مروحيه. فبايك ودكتور يانج بيجروا على السلالم لحد ما بيوصلوا على المهبط بتاع الطيارات، وفعلا بنشوف اخيرا الهليكوبتر وصلت للمستشفى عشان تنقلهم للمكان. بس دكتور بايك بيبص على المهبط بقرف وبيقول ايه المهبط الزباله ده؟ ازاي صمموا مهبط طيارات بالاهمال والغباء ده؟ فانج طبعا بيتوتر وبيقول له معلش بقى يا دكتور اصل المهبط ده ما تمش استخدامه اصلا في تاريخ المستشفى، انت تقريبا اول واحد يستخدمه. وبنشوف بايك وهو بيفتح باب الهليكوبتر وهي شغاله، وطبعا يانج واقف بره بيرتعش ومتوتر جدا ورجليه عماله تخبط في بعض وبيقول استاذ بايك معلش ممكن بس تشدني معاك؟ وبعدين انت ازاي دخلت فيها وهي لسه المروحيه بتلف؟ مش المفروض نستنى لحد ما تخلص دوران وتقف وبعدين نركب فيها؟ فبايك بيبص له كده من فوق بيزعق بيقول له نستنى ايه يا غبي؟ هياخد وقت طويل جدا ولو استنينا لحد ما تقف المروحيه فده ممكن ياخد وقت كبير جدا والثانيه بتفرق معانا. وبنشوف دكتور باك بيمد ايده بيقول مقولة أسطورية كل شخص في الدنيا دي ليه مرته الأولى في التعامل مع الحاجات الصعبة وانجز يلا واطلع. بس يانج بيتردد كده لثانية ولكن في الآخر بيمسك ايد بايك أخيرا والطيارة بتطير في السماء متجهة ناحية جبل بوخان
عشان ينقذوا المصاب اللي وقع من هناك. وجوه الطياره بقى بنشوف قائد الطياره واللي هو من فريق الانقاذ واللي اسمه هان، وهو قاعد بيسوق بيبص وراه بذهول وبيقول لنفسه ياه فات وقت طويل جدا من اخر مره جات لنا فيها اوامر رسميه من الرتب العليا بالنقل الجوي، بس دي اول مره في حياتي اقود فيها مروحيه ومعايا دكتور حقيقي جواها. وبيلتفت لدكتور باك وبيقول له واضح انك متعود على ركوب المروحيات يا دكتور. دكتور باك بيبص من الشباك بكل هدوء وبيقول طبيعي، عاده الناس بالتعامل مع الطوارئ كده، ولكن بقى عند دكتور يانج الموضوع مختلف خالص. فبنشوفه حاطط ايده على دماغه وش احمر جدا وطبعا عمال يصرخ جدا من الرعب. دكتور باك بيبص له بقرف وبيقول له يا يانج لو انت في حاله الخيابه دي قول لي ازاي تقدر تعمل عمليه للراجل المصاب ده لما نوصل له. فيانج طبعا بصوت متقطع ومن الخوف وبيقول انا بخاف جدا من المرتفعات، عندي فوبيا منها اصلا، رجلي اتصلبت من مكانها مش قادر حتى احركهم من مكانهم. فباك بياخد نفسه وبيقول يا الهي لسه قدامك طريق طويل جدا عشان تبقى بني ادم يا اونيوس، اللي هو يعني التخصص بتاعه زي ما قلنا قبل كده. وده لما بيحب يهين يعني يانج بيقول له اونيوس، هو طبعا طول القصه بيهينه وبيقول له اونيوس بس انا بقول له يا يانج. وبنشوف فجاه الجو بيتغير تماما والسحابه ضبابيه كثيفه بتملى المكان والطيار بيبص قدامه برعب وبيصرخ في المايك كابتن الشوف معدوم تماما والضباب كثيف للدرجه دي، الخطر مرعب جدا، لو كملنا بعد النقطه دي لازم نرجع فورا. فدكتور باك بيبص في اللاسلكي وبيسال راجل الانقاذ اللي على الجبل حاله المصاب ايه عندكم. راجل الانقاذ بيصرخ عبر اللاسلكي بيقول المريض النبض بتاعه بيموت حرفيا، فقد الوعي سريعا ولو ما تمش اسعافه حاليا فسيفقد حياته خلال دقائق. طبعا باك بيبص للطيار بعيون الصقر بيقول سمعت كده لازم نروح هناك فورا. الطيار طبعا بيصرخ بانهيار وبيقول بس احنا كده كلنا هنموت يا غبي، لو دخلنا جوه الضباب ده مفيش مفر الا ان احنا نموت حرفيا. فدكتور باك بيبص له بكل ثبات وبرود وبيقول له مش هنموت سيبنا اجرب بس. الطيار بذهول تجرب ايه؟ طبعا باك بيمسك اجهزه التحكم وبيقول اجرب اسوق الطياره دي بنفسي. كابتن اوعى من السكه بس كده انت اوعى يلا. فطبعا الطيار ورجال الانقاذ بيصرخوا زي المجانين وبيقولوا انت مجنون ولا ايه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انزل من كابينة القيادة حالا. اما بقى عند دكتور يانج فهو ميت من الرعب حرفيا وحاطط ايده على وشه وبيقول كابتن انقذنا حالا، انا رجليا متصلبه مش قادره تتحرك من مكانها من الفوبيا. ولكن باك بيزق الطياره على جنب وبيمسك الدركسيون وبيقول اطمنوا محدش هيموت هنا طالما انا معاكم. يخرب بيت الثقه والفجر يا اخي. وبنشوف دكتور باك بيمسك ادوات التحكم بمهاره عسكريه اسطوريه، بيمشي المروحه جوه الضباب على طول وبينحرف بيها جوه صخور الجبل حرفيا، حركات بهلوانيه سريعه جدا في وسط الجو. وطبعا الطيار ودكتور يانج عمالين يصرخوا ان هم خلاص كده هيودعوا الملاعب وهيموتوا. وبس كده يا عزيزي المشاهد يكون القصه انتهت والاثنين دول ماتوا خلاص والقصه خلصت على كده، واشوفكم بقى في قصه جديده. خد يا عزيزي المشاهد انت رايح فين؟ لا لسه ما ماتوش ما تقلقش. فبنشوف الطيار بيبص من الشباك وبوكه مفتوح حرفيا 3 متر. مستحيل مش ممكن احنا واقفين نصاد نقطه الانقاذ ب 10 متر بالضبط. الراجل ده عملها بسهوله مع ان المرور من الطريق ده شبه مستحيل حرفيا، بل حتى انه بيكسر المنطق اصلا، ده مش حقيقي ولا ده حتى سحر. وبنشوف باك بيسيب كابينه الطيار وبيقول كابتن ثبت الطياره على الارتفاع ده لو سمحت. وبعدين بيلتفت لورا بيصرخ في يانجو بيقول له ولا اونيوس تعالى ورايا حالا. فيانجو هو بيرتعش من الخوف بيقول ايه انت بتقول ايه؟ انت ناوي تعمل ايه اصلا؟ فباك مش بيديله اصلا فرصه ان هو يفكر وبيمسك الحبل بيربطه حوالين نفسه وبيربطه كمان فيه. فدكتور يانج بيبص تحته من باب الطياره المفتوح على الجبل وبيقول الارتفاع ده مرعب. وبيصرخ بقى على صوت من عنده بيقول يا ويلي ارجوكم حد ينزلني من هنا، حد يلحقني من الراجل المجنون ده، انا لسه عايز اعيش، انا لسه عندي حياه عايز اعيشها والله، انا لسه حتى ما اتخرجت. يا استاذ انت اكيد مش ناوي تنزل بيها من المكان المرتفع ده، اكيد الطريقه دي غلط جدا يعني واحنا هنموت كلنا. فبايك بيمسك الحبل وبيبتسم بابتسامه النصر بيقول نحن نهبط اولا يا اونيوس، باي باي كابتن. هو بينزل دكتور باك معلق في الهواء وهو شايل دكتور يانج وهو عمال يعدي من وسط السحاب والجبل عشان يبداوا العمليه فورا على الجبل. وبنشوف المعلم يانج اللي عمال يصرخ وبيقول انت مجنون رسمي على فكره، حد يلحقنا يا جدعان من الراجل المجنون ده وينزلني هنا فورا. فبيرد على بايك وبيقول له انا مش سامعك بسبب صوت المروحيه، بس لو فضلت تتحرك كده كتير وتتهز فانا اكيد هسيبك على طول. فطبعا يانج بيتخشب مكانه وبيقول هو الراجل ده دكتور بجد؟ هو في دكتور بينزل من مروحيه من الاساس وكمان شايل بني ادم على ايده وفجاه بوم اخيرا بيوصل على رجليهم والحمد لله. بس طبعا المعلم يانج بيترمي على التراب على طول وبيقوم يانج بيلتوي من على الارض وبيصرخ وبيقول ومفيش حد هنا يساعدني ولا ايه؟ عمال اصرخ من الصبح يا جدعان. وطبعا المعلم باك بيزعق فيه فورا وبيقول له يا يانج تعال هنا بسرعه، فاحنا علينا ننقذ مريض دلوقتي. وبيوصلوا اخيرا عند المصاب
وبيستغرب رجل الانقاذ من الراجل اللي هو شايفه، فاللي قدامه دلوقتي لابس بدله سودا وعنده وشم على دراعه وعمال يساله بيقول بس اعذرني دلوقتي انت مين؟ فبيرد باك عليه بنظره استفزاز وبيقول له انت مش شايف انا دكتور؟ فطبعا راجل الانقاذ بيستغرب وبيقول لنفسه طبيب وكمان عنده وشم في دراعه ولابس بدله سودا ونازل من مروحيه. ولكن باك طبعا مش بيضيع اي وقت خالص وبياخد السماعه من يانج على طول وبيحط على صدر المريض وبيسال يانج وبيقول له لو ما قدرتش تسمع صوت تنفس المريض فده معناته ايه؟ فيانج بيرد بيقول استروح صدري. فباك بيقول له صحيح ودلوقتي ايه اللي المفروض نعمله؟ فبيقول له يانج بسح الصدر. وانا مش عارف يا جدعان دي ايه يعني، يا جدعان دي مصطلحات طبيه مالناش دعوه بيها، بس المهم يعني ان هو يفرغ الهواء تقريبا من الصدر، ده اللي انا فيه. فطبعا باك بيامر ان هو يمسك المريض عشان يقدر يفرغ الهواء من الصدر يعني. وبنشوف بسرعه غريبه باك بيدخل الابره وبيفرغ الهواء كله وبيفتح عين المريض بالكشاف وبيقول انكماش حاد في الحدقيه وانكماش حليمه العصب البصري. طبعا يانج بيتصدم وبيقول وكيف يعرف ذلك دون اجراء فحص طبي للعين؟ وبيكمل باك بصرامه بيقول وهذا يعني ان هناك ضغطا حادا في الجمجمه ويجب علينا فتح جمجمة المريض في المروحية. وبنشوف بقى جوه المروحية وهي طايرة ويانج عمال يلهس من الخوف وخايف جدا. ولكن باك بيقول له الشيء الوحيد الذي يجب ان نقلق بشأنه هي حالة المريض وليس خوفك من المرتفعات. وبيقول رجل الانقاذ سنحتاج 15 دقيقة للوصول إلى المستشفى و15 دقيقة أخرى للهبوط والاستعداد، يعني 30 دقيقة بأقل حاجة. بيرد باك بغضب وهو بيلبس القفازات وبيقول 30 دقيقة؟ إن لم تفتح جمجمة المريض الآن سينتهي بنا الأمر بفتح رأسه كجثة. فبيتخض يانج وبيسأل وبيقول لكن كيف يفترض بنا إحداث ثقب في الجمجمة؟ لا توجد أي تدريبات جراحية هنا. فبيكمل بايك ببرود وبيقول على الأقل يجب أن نفتح فروة الرأس هنا. ويا يانج قص شعره وسيب 1 ملي بس. وأنت يا سيد هان استمر بضغط حقيبة الأنبول. وبيمسك يانج المقص وبيحلق شعر المريض بسرعة وبيبص لبيك بطريقة وبيقول يا أحسنت يا فتى، ما رأيك بتغيير مهنتك لرعاية شخصية اللي هو حلاق يعني وكده؟ يبدو أنك تمتلك موهبة في هذا المجال جيدة. فبيسكت يانجو بيفكر في سره وبيقول هل يفترض أن يكون هذا مدحا أم إهانة؟ فبيحط بايك البتاديل بتاع الكوم وبيطلب من يانج انه يشد فرة الراس جيدا. ولما يانج بيشد بقوه بيزعق في بايك وبيقول له ايه يا ولا ده بتسحبها بشده كده ليه؟ لان الضغط داخل الجمجمه كبير جدا وانت لما بتشدها كده هتموته يا غبي. شكلك كده لا زلت هاو محتاج تعليم كتير جدا. وفجاه عزيزي المشاهد بنشوف باك بيطلع شاكوش وازميل حرفيا اللي هم بتوع جراحه التجميل دول. فبيطلع على يانج وبيصرخ وبيقول هي مش الادوات دي تقريبا هي اللي بنستخدمها في التجميل؟ انت عايز تخطط لايه دلوقتي وبتستخدمها على الجمجمه ليه من الاساس؟ فبيرد باك بحده وهو بيرفع الشاكوش وبيقول لا تسرسل كتيرا يالا، ما تتكلمش كتير معايا، ده راسك في مكانه، انت حركت فلن يكون الشكل جيدا نهائي وهبدا دلوقتي. يا ابويا ده شكله داخل معركه تحطيم. فبيقف راجل الانقاذ مذهول وبيقول لنفسه بايك كانج هيوك تصرفاته وافعاله غير قابله للتصديق حتى. وفجاه عزيزي المشاهد ننتقل لمشفى جامعة كوريا، المبنى كله بيتهز. بيسأل دكتور بخوف وبيقول هل شعرتم بالمبنى يهتز؟ هل حدث زلزال؟ فبيرد دكتور تاني بيقول له كان بسبب المروحية. فالأستاذ بايك ذهب لنقل مريض بالمروحية وهو في غرفة العمليات حاليا مع دكتور يانج جي وفي مكتب رئيس قسم الجراحة. يضرب الدكتور هان أستاذ جراحة الشرج والمستقيم المكتب بيده وبيزعق بغضب شديد وبيقول أنت بتقول إيه؟ يانج لما هو مع باك دلوقتي؟ فبترد الدكتورة بتقول له ربما لأنه في خدمة الطوارئ اليوم فلذلك يواصل الذهاب مع بايك في كل مكان. فدكتور عام بيتحرق من جواه من الغاز وبيقول بايك أكيد أنت لا تفكر بسرقة تلميذي أليس كذلك؟ يانج من كلية الطب بجامعة كوريا وحصل على منحة لكل ترم وواحد الأطباء النخبة في القسم. وبايك هذا الشخص ينظر باستخفاف لمدير مستشفى كوريا بالكامل وكمان الوزير. ولكن سيبنا من اللهبل ده وبنرجع لغرفة العمليات من تاني وبيقف دكتور التخدير الممتاز دكتور بارك وبيشرح لبايك بثبات وبيقول سقط المريض من ارتفاع 5 متر وضغط دمه 50 على 30. يا لهوي يا جدعان ده منخفض جدا، تقريبا ضغط دمه الطبيعي ما بين 70 ل 80 ل 90 على حسب بقى هو الشخص عنده كام سنه. بيقولوا بسبب الضغط عالي جوه الجمجمه. فانا هستخدم نوع كده يا جدعان اسمه كيتامين للتخدير، ده مخدر يعني مخدر الكيتامين، ولو الضغط انخفض اكتر من كده بكتير فهو هيضطر بقى يديله حاجه تضغط الاوعيه الدمويه عشان ترفع الضغط شويه يعني. وبيقول ان هو يعني باذن الله يعني هيكون تمام يعني بخير. فبيبتسم بايك باعجابه بيقول له يا بارك انت تختلف عن هوانج كتير،
فانت عندك استجابه سريعه وسرعه بديهه كمان ممتازه، لان الراجل اللي فات يا جدعان انا عملت لها تكروت، يعني المخدر اللي فات يا جدعان دكتور المخدر استخدم نوع مخدر قلل ضغط الدم، والراجل اصلا كان عنده ضغط الدم واطي فكان هيموت الراجل لولا انه باك اتدخل يعني ورفع ضغط دمه، فعشان كده ما كانش بيحب اصلا المخدر اللي فات، وده مخدر جديد يعني ده دكتور تخدير جديد. وبنشوف الممرضه هانا بتبتسم لبايك وبتقول له استاذ بايك هل رأيت ذلك؟ هكذا تطلب المساعدة من الأشخاص ولكن لا تهددهم كما تفعل في العادي. فبيرد باك بابتسامة خفيفة بيقول ده صحيح فعلا، إذا على الآنسة بتاعة العصابات أن تفعل ذلك من الآن وصاعدا. فتتفاجأ هانا وبتقول آنسة عصابات؟ أنت تدعوني أنا بآنسة عصابات؟ ده أنا كيوت والله. فباك بيقول لا والله أنت اللي قلت لي إن أنا شبه رجال العصابات في الأول، يعني هذا أفضل من مناداتك بفتحة الشرج، اللي هو يعني اسم اونيوس ترجمته الحرفيه فتحه الشر، واعمل سكيب. وعاوزك دلوقتي تجهز وتقف بجنبي دلوقتي. فانا بتبتسم بفخر وبتقول مفهوم يا حضره الاستاذ. وطبعا باك بيمسك المشرط وبثباته وبيصرخ في الاوضه وبيقول سوف نبدا العمليه الجراحيه حالا. ونشوف اخيرا وهو بيفتح الجمجمه بالسكين الكهربي بمهاره وسرعه رهيبه، وبيقف دكتور يانج باصص ليه بذهول وبيقول ده جنون فعلا فتح جمجمة بهذه السرعة والسهولة كمان. والتفت له باك بيطلب منه بحدة ناولني المسقاب الآن. وتوتر يانجو بيتلخبط بيقول أستاذي لم تنتهي بعد. فبيزعق في باك وبيقول له لما أقول لك على حاجة سرع وجيبها لي حالا. فبيرد يانجو بيقول له أعتذر هو يا سيدي. فبياخد باك المسقاب وبيطلب منه فورا يا اونيوس قوم برش محلول ملحي فورا. فزي ما انت عارف الحفره دي بتحرق العظم جدا. وبيكمل باك ثقبه في الجمجمه وبينبهر يانجو وبيقول مستحيل ده النزيف وقف فجاه تحت ايده كده. وبيبدا يقول في سره غريبه مفيش اي دم طالع، حصل تخثر الدم اثناء الحفر ولا ايه؟ فبيبتسم له باك من تحت الماسك وبيقول له يمكنك تخمين ذلك على الفور، يبدو أنك لست غبيا كما كنت أعتبرك. وبيشرح لي بيقول له إن مسحوق العظام الناتج عن الحفرة بيساعد الأوعية الدموية الصغيرة إنها تمنع النزيف. وبيطلب باك تقرير بضغط الدم من طبيب التخدير الشاطر دكتور بارك. فبيرد بارك بثباته بيقول إن ضغط دم وصل 50 على 70، إضافة لأني لم أستخدم أي مقوي للقلب بعد. ضغط الدم مستقر حاليا وضغط الدماغ ليس طبيعيا ولكنه ليس مرتفعا للغاية. فبيضحك لهم باك وبيقول لهم ممتاز، وبعدين يلتفت ليانجو ويأمره يا اونيوس دعنا نعمل على الرئتين الان. وبيتفاجئ يانجو وبيسال بيقول الرئتين؟ فباك بيرد عليه بيقول له ايوه، وبيكمل شغله بيقول كان هذا المريض يعاني من استرواح صدري وهذا سينتهي الان. وفجاه عزيزي المشاهد بتصرخ الممرضه وبتقول على الشاشه حضره الاستاذ ضغط الدم بدا يرتفع بشكل حاد، ده وصل من 80 على 110 وضغط الدم بدأ يرتفع أيضا. فبيزعق فيها بايك بسرعة بيقول لها اديني حقنة سميكة شوية. فبتسلمه سيوهان الحقنة فورا وبيغرزها بايك ببراعة وسرعة في صدر المريض بيفرغ الضغط الزائد وبمنتهى الأريحية كمان. وبيبدأ يقول حسنا حسنا كسبنا بعض الوقت الآن سرع وناولني مشرط آخر. وبنشوف بايك بالفعل بيفتح الصدر وساعتها بيخاف يانج وبيقول أول مرة أشوف المشهد ده من جوه. وبيقول برعب يا إلهي الأضلاع مكسورة وكمان عمالة تزق في الرئة، هذا ليس جرحا يمكن خياطته إطلاقا. فبيبص له بايك بتركيز وبيقول له الفص الأيسر جيد لكن الفص الأيمن مكسور بالكامل، علي إنهاء استئصال الفص السفلي للرئة وبإيد الاتنين وبدون أجهزة معقدة. بيوصل باك للوريد القصبي وبيقدر يثبته فعلا بلمسة سريعة. وبيندهش شانجو بالصدم من اللي هو شايفه وعمال يقول في نفسه ده عظيم جدا، أنا مش مصدق إنه وجد الوريد القصبي باستخدام إيده بس. لا أعلم ولكن ده أنا لو كنت أخصائي بالمركز هل كنت أتمكن من العمل الفعلي ده ولا لأ؟ وبيلتفت له باك وبيلاحظ هدوءه فبيبتسم وبيقول لنفسه يا أونيو أصبحت أكثر هدوءا أثناء الجراحة. وبعدين بيطلب من سيوهانا يا أنسة العصابات أرسلي هذا إلى قسم التشريح لأخذ عينة. ونشوف بعد ما خلصنا الجراحة الأسطورية المعقدة دي بيقف باكو بيقول للفريق حسنا نحن جميعا متعبون الآن عشان كده نعزمكم بره النهاردة. وبعدين بيلتفت باك لأونيوس وبيقول له يا أونيوس أنت هتعمل إيه في السنة الجديدة؟ فبيرد أونيوس بحيرة وبيقول كنت بفكر ان انا اشتغل عمليات تاني للامراض الشرجيه لسنه تانية. فبيبص لي باك بنظره حكمه وقسوه وبيقول له انت لا تحاول معرفه ما يدور حولك في المستشفى الجامعي اليس كذلك؟ هل تعتقد ان الاطباء هنا يهتمون بشانك اصلا؟ فكر بالسنيور بتوعك وستفهم الماهرون يتم استخدامهم كالالات الدقيقه وفي النهاية يطردون بدم بارد. فطبعا ينجي بالصدم وبيكمل كلامه وبيقول إذا كنت تخطط للتواجد هنا بدون سبب فيمكنني حجز مكان جديد لك، وظيفة شاغرة كمساعد لي في مركز الصدمات. فبيقف يانج في مكانه عينه بتوسع وبيقول سنة أخرى في مركز الصدمات كمان وكمان مساعد للبروفيسور بايك بنفسه. وفجأة عزيزي المشاهد بنتقلب لمكتب الأستاذ جراحة الشرج والمستقيم الدكتور هان
اللي قاعد مغلول وعمال يقول مستحيل اخلي الولد ده يسحب التلميذ بتاعي، وبيدخل عليه طبيب وبيقول له بابتسامة: هل جئت إلى هنا لأنك أردت شيء؟ أحد تلاميذك يانج جي إنه يعمل بشكل جيد مع الدكتور باك الجديد. فبيتعصب دكتور هان وبيقول: أكيد أنت مش عايز تاخد تلميذي أبدا، وليه تلميذي بالذات؟ وفجأة بينفتح الباب وبيدخل دكتور يانج وهو بيلهس وشكله مرعوب وبيقول، ولكن الدكتور التاني ده بيتكلم وبيقول: يا ترى يا يان هيهرب من أستاذه في جراحة الشرج وينضم رسميا لفريق بايك كانج هيوك في مركز الصدمات. وهنا يا عزيزي المشاهد بايك بيجيب اخره من الراجل ده وبيستنفر منه بيقول له بغضب: انت دلوقتي بيتكلمني بالاسلوب ده كيف؟ وازاي بتقول عليا ان انا حرامي؟ فقام بيزعق في يانج اكتر وبيقول له: انت واقف كده ليه وساكت على كل ده؟ فبيرد يانج بتلعثم ومرعوب وبيقول: اسف، انا اسف جدا، بس الموضوع مستعجل للغايه. وبدا فعلا يشرح له بيقول له: انا لما كنت في الشيفت بتاعي انا ساعدت الاستاذ بايك قليلا في العمليات، ولكنه فجاه بدا يسالني اذا كنت اود البقاء في مركز الصدمات كشريكا عملي معه ام لا. فاول ما سمع دكتور هانج الجمله دي وشه اتخشب وعينه براد من الغضب وبدا يقول: كما توقعت بالظبط، الراجل ده عايز ياخد مني التلميذ بتاعي. وكان واقف وصرخ في وش باك بكل حقد وبيقول له: استاذ بايك، يعني ده امضى سنوات كامله بالفعل في تعلم جراحه الشرج والمستقيم تحت ايدي. انا قمت بتعليمه كل الاساسيات بنفسي، وسيكون استاذا جامعيا في العام المقبل، فورا اكتب له التقرير الكامل بهذا. فرد باك عليه بابتسامه مستفزه وبكل برود بيقول له: استاذ، اين هو الاستاذ؟ هل تمتلك مكانه او كرسيا فارغا لاجله؟ وبدا طبعا يسخر عليه ويقول له: لا تكن سخيفا يا دكتور، ما الذي يعنيه ان تكون استاذا في الورق؟ لأنها لن تكون لها قيمة إذ لن يكن هناك مقعد حقيقي لك، وأنا أستطيع صقل مهاراته ليكون مستعدا لذلك. وقتها سيكون الدكتور يانج هو الأفضل في مركز الصدمات بالكامل من بعد. طبعا الكلام نزل على دكتور هانج زي الصعق حرفيا، ويانج واقف في النص مذهول وبيبص لباك وبيقول لنفسه: أجل، فإن تعلمت من دكتور بايك قد أصبح جراحا عظيما بالفعل. ولكن يانج بيرجع يفوق لنفسه وبيقول: لا 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 لا، ايه الافكار دي اصلا ممكن حاجه ما تحصلش من الاساس. ولكن انتظروا، لو عشت بالطريقه دي وعملت مع الاستاذ باك لعام اخر في الطوارئ الن اموت من الارهاق والرعب اصلا. فبيرد دكتور هانا عليهم وبيقول لهم: بحقك يا يانج، سيكون من الافضل ان تترك القرار ليانج، فهو الوحيد من يقرر اذا كان يعمل هنا ام لا. فبيرد يانج بسرعه بيقول بفرحه: اجل، كما قال الاستاذ هان. خلونا بقى نقف لحد هنا وانا اللي هقرر بنفسي انا هشتغل مع مين فيكم. وبنشوف الاستاذ هام بيتعصب اكتر وبيزعق بأسوأ بيقول: اذا ما الذي تود فعله يا يانج؟ اجبني حالا، هل تختار البقاء في مركز الصدمات مع هذا المجنون ام تستمر في جراحة الشرج معي؟ فبيقف يانج في النص بيقول، وطبعا ركبه بتخبط في بعضها وهو متردد جدا. ولكن في اللحظه دي عزيزي المشاهد بيلتفت له بايك وبيمشي ناحيه الباب ببرود وبيقول: انت متردد ومتشتت للغايه يا اونيوس، واستفقد صبرك تدريجيا. ولكن يانج بيجري وراه بيمسك في دراعه بيصرخ وبيقول: تمام يا استاذ بايك، ما الذي يمكننا ان نفعله لاجلك في هذه الحاله اذا بقيت في مركز الصدمات؟ فبيبص له بايك بنظره جديه وبيقول له: لا يمكنني تعيينك في منصب تدريسي عكسه طبعا. أنا أسألك عن الشيء الذي يمكنك فعله حقا حين تتواجد في مركز الصدمات معي، فأنت هتكسب أشياء كتيرة جدا وتتعب منها جدا كما حدث اليوم، وبعد ذلك يوما ما طبعا ستتمكن من إنقاذ حياة شخص ما بنفسك. فالكلام ده لمس قلب يانج ونور في عقله فجأة، وبيلتفت يانج لاستاذه هانو بيقول له، وطبعا لاول مره في حياته وبصوت عالي وواضح: انا ساختار البقاء في مركز الصدمات. فبينتفض دكتور هانج من الكرسي بتاعه وكانه الكهرباء وبيصرخ فيه بيغل وبيقول له: مهلا، هل ستهرب الان يا حقير؟ لا، عد فورا الى حيث يجب ان تكون في قسم الشرج. لكن باك بيمشي وبياخد يانج في ظهره بيقول له: توقف عن التأتات والتردد يا اونيوس، سنذهب الان ونحن مشغولون في المركز بعد الشيء، الى اللقاء. فطبعا هام بيبدأ يزعق وبيقول: أنا متأكد أني سمعتك تقول أنك ستترك القرار لي. فبيبص لابك من فوق وابتسامة مستفزة بيقول له، وطبعا قبلها بيثبت نظر على طقم الشاي الفاخر اللي على المكتب وبيبدأ يقول: أجل، وأيضا يا دكتور هان، أكواب الشاي هذه التي تتفاخر بها إنها مزيفة، لا يوجد مثل هذا التصميم في كوريا أصلا. فبيتحول وش دكتور هان وبيتقلب على طول الأحمر وبيمسك حاملات البنطلون وقلم الكمبيوتر وبيصرخ بأعلى صوته: يا العار يا يانج، أيها الوغد الاستغلالي، لقد اتهمت بك كتلميذ مقرب، كيف تتركني هكذا وتذهب مع هذا المعتوه؟ وبيجري هان على الكمبيوتر بتاعه بيقول، وطبعا بيفضل يخبط على الكمبيوتر بتاعه والكيبورد بجنون وبغاز وبيقول: أجل، أبذل جهدك مع بايك كانج هيوك وتساءل إلى أي مدى ستصعد معه. وبيقوم بعت بريد إلكتروني رسمي لكل الدكاترة الموظفين في المستشفى
بقرار عقاب مرعب ليانج جي. ونشوف بقى في طرقات المستشفى الدكاترة الممرضين ماشيين، وفجأة التلفزيونات كلها بتبدأ ترن بإشعارات إيميل جديد. دكتور بيبص في التلفزيون وبيشاك وبيقول ما خطب هذا البريد الإلكتروني، ودكتور جنبه بينصدم بيقول ما هذا دكتور يانج، أنت في ورطة سوداء الآن، هل فعلت شيئا للأستاذ هان؟ فلا يمكن أن يكون هذا منطقيا إطلاقا. في اللحظة دي عزيزي المشاهد بيشوف الإيميل دكتور زميل ليانج، وأول ما بيلمح يانج واقف مع بايك بيصرخ فيه بيقول له يا يانج، انت مش بترد على الهاتف ليه؟ وليه مش عايز ترد عليا بقالك مدة؟ ولم ترى بريد الأستاذ هاني اليومي بعد؟ فبيسأل يانج باستغراب وبيقول لما؟ هل حدث شيء؟ هل تسبب مشكلة؟ فبيرد زميله برعب وبيقول له لا يا صديقي، أعتقد أنها مشكلة عادية يا صديقي، فقد قرر هان قرر رسميا في وضعك في نوبات الخدمة 24 ساعة في اليوم و365 يوما في السنة بدون يوم أجازة واحد. فبيطير عقل يانج وبيصرخ وبيقول بذهول 335 يوم بالكامل سأكون في الخدمة طوال تلك الفترة بدون توقف. فبيهز زميله راسه بيقول له أيوة، وإن لم تجد حلا أو تتمنى أمنية تخلصك من هذا القرار فأنت ستموت من الانهيار حرفيا وسأموت معك كذلك. وفجأة عزيزي المشاهد بيظهر بايك كانج يكمن وراهم بكل هيبة بيقول له من قال أنك ستموت وما الخطب؟ ينحني زميله يانج برعب ويقول أهلا بحضرة الأستاذ بايك. فبيبص بايك ليانج وبيقول له بكل برود يا أونيوس، الجراحة في مركز الصدمات كانت اختيارك، ومن المفترض أن تكون 365 يوم في السنة هي الخدمة الأساسية أساسا، خاصة في كوريا، على أطباء الاستعداد لاستقبال المرضى على مدار ال 24 ساعة في الأسبوع. وطبعا بينصدم يانج، ولكن بايك بيقرب منه بيقول له وبيشاور عليه طبعا بصباعه وأيضا يا أونيوس، ينتهي العمل فقط حين أقول أنا أن كل شيء على ما يرام، بالإضافة أني لن أتركك وحدك أبدا يا أونيوس. فبتوسع عينين يانج وبيبتسم وبيقول له بايك ماشي، وطبعا بايك بيبتسم له وهو ماشي بيقول له، وبايك وهو ماشي بيبتسم ليانج وبيقول له رد بقى على البريد ده لاحقا واخبر أنك ستعمل بجد حقا. ودلوقتي خلينا نروح للعناية المركزة لنرى كيف حال المرضى هناك. وبيمشي يانج ورا باك وهو حاسس بفخر وامل كبير وبيقول في نفسه وقتها فقط ادركت اني حين اكون مع الاستاذ بايك كانج هيوك فانا متاكد من كوني لن اشعر بارهاق ابدا مهما كان الامر صعبا. وبنشوف جوه غرفه استراحه الاطباء بنشوف المعلم يانج وهو نايم وبيشخر كمان وفي سبع نومه بعد اليوم الطويل اللي شافه فيه الموت ده. وفي السرير اللي جنبه البروفيسور بايك كانج يوك نايم ببدلته وواضع ايده ورا راسه. وفجأة التليفون عمال يرن برعب وبيتنفض يانج من مكانه عينه مقفولة وبيمسك التليفون وبيرد بصوت منبوح ومرعوش وبيقول ايوه انا يانج عايز ايه دلوقتي؟ بتصرخ فيه الممرضة سيوهانا وبتقول له دكتور يانج الحقنا حالا، في حادث كبير جدا، حادث سيارات ضخمة حصل على الجسر وسيارة الإسعاف جايبة كل المصابين في الطريق للمستشفى، لازم تيجي فورا. فبيرد يانج وبيمسح في عينه وبيدور على نضارة، أنا جاي فورا ما تقلقوش. وبيقفل السكة وبيبص في الساعة وبيلاقي ما كملوش نص ساعة نوم حتى. فبيبص يانج لسرير بايك وبيقول بصوت واطي أستاذ بايك أنا آسف جدا بشأن ده، لكن يجب أن تنهض حالا. لكن بتفاجأ أصلا إن البروفيسور بايك كانج يوك بنفسه فاتح عينه فورا وكان صاحي ومستني أصلا، وبيسأل بايك ببروتو بيقول هي قالت لك إيه وقال المريض هنا؟ فبيرد يانج بيقول إنه مصاب إثارة حدث مروري وسيارة الإسعاف تنقله حالا. وفي ثانية واحدة يقفز بايك من السرير وبيرمي البلطو على كتفه وبيقول إذا هيا لنذهب. يا ترى عزيزي المشاهد يقدر يلحق المريض ده ولا لأ؟ وهيعملوا إيه في الحادثة الكبيرة دي؟ ده اللي نعرفه في المرة الجاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش يا عزيزي المشاهد تشترك في القناة عشان نكبر بإذن الله، وادي لايك للفيديو عشان ده ما تعرفش بيدعمني قد إيه، ولو عملت كده بإذن الله بإذن الله يوم ما التاني منزل الفيديو.